هيك نوع مؤتمرات شو ممكن يقدم حلول لقضية كتير كبيرة بحجم الإتجار بالبشر؟ إيه، أول شيء بنضوي عليها، ببلش الواحد يتساءل. كل شيء ببلش بسؤال، ما هيك؟ لما أنا ببلش أسأل حالي كان أنا صح يا أنا غلط، ببلش نبش على حلول. بس طالما نحن غارقين بدوامة غلط غلط غلط، ما عم نقشع إنه نحن بالغلط، مش رح نطلع منه. نحن همنا هلأ إنه نضوي، إنه نخلي الناس تتساءل، إنه نعطي حلول، نعطي توصيات معينة، نكون كتلفزيون حاملين هيدي القضية. لأنه ما تنسى إنه نحن تلفزيون وجمعية عم نهيئ لهيدا المؤتمر. فأول شيء كتلفزيون عنا دور كتير مهم اللي هو إعلامي تربوي ثقافي حول هذا الموضوع. وكجمعية نحن جمعية بنهتم بالمجدليات، جمعية طريق النور. مجدليات هن البنات اللي على الطرقات. أول مؤتمر عملناه كان من الاستغلال إلى الاستقلال، كنا عم نحكي عن المرأة في الدعارة بس، ولكن المرأة ما رح تعرض شغلها إذا ما كان في طلب، إذا بدنا نسميه شغل. فمشان هيك اليوم تناولنا الرجل. مريم تي في عم تشهد نجاح أكثر وأكثر، وعم نشوف أنه ما عم تحمل إلا قضايا إنسانية بعيدة عن القضايا التجارية إذا صح التعبير. لوين هدفكم توصلوا؟ هدفنا نوصل للإنسان، هيدا الأهم عنا. نحن حاملين هم المرأة، مريم تي في حاملة هم المرأة، نتوجه إلى الجميع بهدف نرجع للمرأة الكرامة المسلوبة منها.